وبتنتهي الجولة ال17 لبطولة الدوري المصري. الجولة اللي كانت كلها شقلباظات وحاجات مش مفهومة. الأهلي بيتعادل مع البنك الأهلي وبيفقد نقطتين مهمين جدا في صراع الدوري. أما بيراميدز فبيغرق في أمواج اسكندرية وبيسقط. أما الزمالك ففوز مهم جدا على الكهرباء الإسماعيلية رغم إنه كان مصمم إنه ما يكسبش، لكن الكهرباء كان تصميمه أقوى وكان مصر إن الزمالك هيكسب. يعني هيكسب الزمالك، بيفوز بخماسية وبيقدم مباراة ممتعة جدا لكل جمهوره وبيرد على كل الناس. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد يا اصدقائي الكويرة في كل مكان. فيديو جديد هنتكلم فيه عن موقف الثلاثي الاهلي والزمالك وبيراميدز. الدوري اقرب لمين ومين فرصه اقوى، وكمان مش هننسى سيراميكا كليوباترا اللي داخل معانا بمنتهى القوه. كمان موقف الاهلي الافريقي وبيراميدز والزمالك، هل هيأثر عليهم موقفهم الافريقي؟ ممكن نشوف ليستر سيتي جديد وهو سيراميكا كليوباترا. وخلينا نبدا من النادي الاهلي اللي بيعيش فتره سيئه جدا مع يستروب. الاهلي ما بيقدمش كره فنيه حقيقيه، الاهلي فنيا قليل قوي، وكمان حته البدني بتاعه سيء قوي. الاهلي بدنيا وحش قوي، معظم اللعيبه ما فيهاش قدره بدنيه حقيقيه، اللعيبه ما بتقدرش تكمل. حاجه غريبه ومش مفهومه جدا من النادي الاهلي. سال التعادل 1-1 مع البنك الاهلي. المباراه اللي كانت غريبه جدا، شوط اول الاهلي بداوا بمنتهى السوء يا جماعه. مش ممكن البنك الاهلي سجل هدف وكان ممكن يسجل الثاني والثالث، فرص غريبه ضيعوها. الحقيقه الاهلي ظهر بشكل غريب مش مفهوم في الشوط الاول. الشوط الثاني حاول تيروب طبعا انه يعدل الاخطاء اللي كان عاملها، لكن برضه الاهلي ما ظهرش بالشكل المطلوب وفضل الحال ما هو عليه لحد تقريبا اخر ثلث ساعه لما بدا الاهلي يلعب كوره. انا حقيقه ان الاهلي ما ظهرش بشكل محترم غير تقريبا في اخر ثلث ساعه يعتبر الاهلي بدا يلعب. وطبعا كان نجم المباراه بلا منازع محمود حسن تريزيجيه اللي شايل الاهلي الفتره الاخيره بمنتهى الامانه يا جماعه. الراجل في كل مباراه ليه بصمه حقيقيه، في كل مباراه يجاهد وبيلعب بروح عاليه قوي. هو ده الاختلاف بينه وبين لعيبه كتير. تريزيجيه البدني بتاعه حلو جدا فبيقدر يكمل المباراه كامله، كمان الروح القتاليه اللي عنده عاليه جدا. تريزيجيه ظهر انه فعلا لا خايف على تيشيرت النادي الاهلي، خايف بمنتهى الامانه، بيلعب بمنتهى القوه، بيشوط وبيلعب يعني يا جماعه برضه بتبقى واضحه، يعني الموضوع بيبقى واضح. لعيبه ثانيه مع كامل احترامي ليها لا ما بتقدمش اي حاجه، رغم المرتبات المهوله يعني كميه الصرف المرعبه اللي الاهلي صرفها. لكن لا الاهلي سيء جدا يا جماعه، الاهلي سيء جدا. بالنسبه لي كمان المشكله الاكبر هي حته حراسه المرمى. هو الشناوي ولا شوبير يا جماعه؟ احنا طول عمرنا متعودين الاهلي حارس واحد. عمري ما شفت قصه المدوره دي تقريبا في تاريخي مع النادي الاهلي. معروف دايما الاهلي له حارس مرمى ثابت وفي حارس تاني، ده طبيعي في كل مراكز العالم. على ريال مدريد هتلاقي كورتوا، ليفربول اليسون، كل الانديه تقريبا. برشلونه جابت حارس مخصوص عشان يبقى هو الحارس رقم واحد، مش جابته عشان يبدل، وجابته عشان يبقى الحارس رقم واحد. الموضوع واضح يا جماعه، كل فريق له حارس مرمى ثابت. فبصراحه الاهلي غريبه حته المدوره بين الشناوي وشوبير. انت مش قادر مثلا تقعد الشناوي لو انت شايف شوبير مميز، طب ليه شوبير ما بيلعبش؟ فالحاجه مش مفهومه وغريبه، وده بيدل على شخصيه تيروب انها مش اقوى حاجه، وللاسف دي مشكله كبيره جدا مع اللعيبه المصريه. ونيجي بقى لملف الصفقات يا جماعه، كارثه بكل المقاييس. النادي الاهلي يا جماعه بيعمل كوارث في ملف الصفقات. انا عايزك تتخيل انا راح اتعاقد مع احمد عيد، يعني ما هي الفائده؟ ما اعرفش. الاهلي كان عنده عمر كمال بديل لمحمد هاني، اثنين لعيبه تقال جدا، لعيبه خبرات، لعيبه منتخب مصر. راح المنتخب لكن على قده قوي، شفناه مع المنتخب على قده، شفناه مع المصر حتى كان على قده. طب انت جبته ليه؟ يعني ما هي الفائده من التعاقد معاه؟ انا ما اعرفش بصراحه. لعيب كارثه بكل المقاييس، لعيب ما بيقدمش اي مستوى، مزري يا جماعه مزري. كمان خط الدفاع جبت لي الجزار، طب ليه الجزار ما بيلعبش؟ هل انت جايبه مثلا لعيب دكه؟ يعني مش فاهم. طب انت محتاج اصلا لعيب اساسي، طب انت ليه ما جبتش لعيب اساسي؟ ليه راح تجيب لي لعيب يعني هيقعد على الدكه؟ مش فاهم بصراحه. ده رياض ما شفتوش. يوسف العامري اللي انت جايبه باك ليفت المفروض ان هو هيلعب اساسي، لان احنا ما عندناش باك ليفت، عندنا كوكا يا جماعه. يعني كوكا اصلا في المركز ده فضيحه. احنا ما بنرفعش كروس من ناحيه الشمال، ما بنعملش حاجه من ناحيه الشمال بسبب هذا يعني اللعيب ده قليل قوي في الحته دي. فانت رحت جبت واحد المفروض بقى يلعب، لا ده لسه ما جاش فني، لا لسه ما جاش بدني. حاجه مش مفهومه، يعني حاجه مش مفهومه بصراحه. الحته دي برده كوارث. خد بقى التقيله، هو ماشي احمد عبد القادر وساب لك محمد طاهر. يعني اللي فكر ده فكر بايه؟ يعني هل ممكن يشرح؟ مش فاهم بصراحه. يعني حته ان انا اخرج لاعب زي احمد عبد القادر واسيب لعيب زي طاهر يا جماعه، لا مؤسف يا جماعه، مؤسف. عدم اشراك حسين الشحات ما بيلعبش خالص تقريبا، بيلعب يعني مرات البنك الاهلي ولعب عافيه، لعب عشان زيزو اتصاب، لكن غير كده ما كانش هيلعب. كان ممكن ينزل له 5-6 دقايق في النهايه. طب ليه؟ يعني ليه يا جماعه حسين الشحات انت بعده تماما؟ بن شرقي انت نسيته الكوره، بن شرقي من كتر الركنه على الدكه انت نسيته الكوره. مش مفهوم برضه ليه ما بيشاركش الراجل ده يا جماعه؟ يعني مستوى غريب بالرمضان طبعا، يعني ده بقى مش مفهوم بصراحه. وكان المفروض ان هو صفقه كواليتي عالي جدا، لكن النادي الاهلي بصراحه ما قدمش حاجه. يعني خلينا برضه نكون واقعيين، الناس جابوه، يعني اداره الاهلي ما تقدرش تلومها في الحته دي، لا جابت لعيب المفترض انه لعيب مصنف ان هو سوبر ستار، جه ما قدمش، دي بقى حاجه يعني ايه مش بتبقى مفهومه. لكن اللعيب لا، اللعيب سيء قوي يا جماعه. رمضان لحد دلوقتي لم يقدم 5% من المنتظر منه، خلينا نكون واقعيين جدا يعني.
واخر صفقه طبعا المهاجم اللي هو كامويش، يعني اللي هو الراجل المهاجم الفيرود ده اللي اهدر فرصه غريبه قدام البنك الاهلي. طبعا مش هنحكم عليه بالفرصه دي اكيد لان الراجل محتاج وقت، طبعا ده شيء طبيعي جدا. لكن خلينا نكون واقعيين يا جماعه، انت رايح تجيب مهاجم اعاره 6 شهور، يعني انت مش واثق فيه جاي تجربه. طب ما انت عندك جراديشار اوريدي متجرب، جراديشار ما كملش، كنت تكمل بجراديشار لان ده اكيد مش مستوى وسام. هو عمره ما يكون زي وسام، خلينا نكون واقعيين، جراديشار عمره ما يكون زي وسام، لكن ده برضه عمره ما يكون زي وسام. يعني من اللمسات اللي شفناها له قدام البنك الاهلي لا صعب قوي يبقى وسام يا جماعه. وسام علي لعيب مختلف تماما وكواليتي مختلف تماما، وهذا للاسف الظلم. جمهور الاهلي دايما هيظلم اي لعيب هيجي، لان اي مهاجم هيجي هيتقارن بوسام ابو علي، وده هتبقى مقارنه ظالمه. يعني مش كل لعيبه وسام ابو علي، انت مش هتلاقي الكواليتي ده بالسعر ده تاني، صعبه. ممكن تجي لك كل 5 6 سنين تلاقي لعيب زي كده. كمان الباك ليفت علي معلول هتتقارن على طول، اوريدي علي معلول الموضوع صعب جدا. كمان عبد المنعم في الدفاع، اي مدافع بيجي النهارده بيتقارن محمد عبد المنعم، لدرجه انهم قارنوا ياسين مرعي بمحمد عبد المنعم فدمروا اللاعب. اللعيب ما اتحط في الحته محمد عبد المنعم خلاص نزل. يعني انت اي مدافع هتحطه في الكواليتي ده هينزل، ما فيش حد يا جماعه بالكواليتي. خلينا نكون متفقين واقعيين الا هتطلع تجيب من بره. فالمقارنات دي برضو يعني هتكون صعبه شويه على الصفقات الجديده، نكون واقعيين في الحته دي. بالنسبه لموقف الاهلي على المستوى الافريقي، فالاهلي طبعا بيعيش فتره كويسه، الاهلي متصدر مجموعته بمنتهى الهدوء، عنده مباراه مهمه يوم السبت مع شبيبه القبائل في الجزائر، مباراه مهمه جدا، الاهلي محتاج يفوز عشان ينهي الموضوع ويتاهل مباشره. بعدها عنده الاسماعيلي في الدوري، مباراه مهمه جدا جدا. مباريات الدوري يا جماعه خلاص بقت بشعار انها مباراه كؤوس، النقطه بقت هتفرق، المنافسه بقت صراع قوي جدا جدا مع بيراميدز ومع الزمالك ومع سيراميكا اللي ما ينفعش تستثنيه دلوقتي. فبالتالي المباراه كانت هتكون مهمه جدا، المباراه كانت مؤجله. بعدها يلعب مع الجيش الملكي اللي هي المباراه الاخيره في دور المجموعات، ويرجع لمعمعه شهر رمضان. الاهلي بعدها هيلعب في رمضان، يعني هم ال3 مباريات دول الاهلي هيخش بقى في شهر رمضان. عندك الجونه في سموحه في زد، في ماتشات قويه جدا، فالاهلي محتاج يكون قوي جدا الفتره الاخيره، وده هيبان من مباراه يوم السبت. اما بالنسبه لنادي الزمالك، فالزمالك بيفوز بخماسيه مقابل هدفين على كهرباء الاسماعيليه. مباراه كانت متعه لكل جمهور نادي الزمالك، الزمالك اللي بيعيش فتره من اسوأ فتراته، فتره سوداويه، اصابات مرعبه بتضرب الفريق، استحقاقات كتير جدا اللعيبه ما بتاخدش مستحقاتها، ايقافات قيد، مفيش لعيبه، حتى نجوم الفريق بيتم بيعها. بصراحه الزمالك بيعيش فتره مأساويه، ومع ذلك الزمالك زي الجبل، مش ممكن يا جماعه، بيتحدى كل الظروف. الزمالك بيدخل المباراه بفقدان لبيتزيرا، اللاعب اللي كان مهم جدا، جاله ما اعرفش اصابه قويه في القدم فتم استبعاده. شيكو بانزا كمان كان مستبعد عنده برد. انت متخيل 2 اجنحه من الفريق ما بيلعبوش، انت لعبت ب3 اجنحه، يعني 3 مهاجمين اجنحه، يعني لعب احمد شريف، لعب عدي الدباغ، لعب ناصر منسي. ضغط قوي جدا طبعا، غير الناشئين للمدافعين يعني حاله يا جماعه. خضري ابراهيم، اللاعب محمد ابراهيم الباك رايت والباك ليفت الخضري، لعيبه كتير جدا من الناشئين، ومع ذلك قدر يفوز بمنتهى الكفاءه. انهم يا جماعه الموضوع كله مش الكوره في مصر قريبين، يعني موضوع الامكانيات في مصر مش بعيد، الفكره كلها في الضغط والرجوله والروح العاليه والمستوى البدني. اللعيبه بدنيا واقفه على رجلها، قادره تقاتل، قادره انها تجري وتلعب في الملعب بشكل كويس، عكس لعيبه تانية. يعني الموضوع فبيختلف طبعا بشكل كبير. فكل التحيه الحقيقه الكابتن معتمد جمال اللي بيعيش فتره كويسه جدا، الراجل اللي يقدر يكسب المصري وبيتصدر مجموعته في الكونفدراليه وبريح نفسه بدل الضغط اللي بيخش فيه، لانه جاي على ضغط ماتشات قوي جدا. فالحقيقه كل التحيه للراجل، الراجل بيحقق المطلوب منه، ماشي بخطه ثابته، فوز بيفوز، وقدر كمان يعني تتخيل الزمالك متصدر على بيراميدز والاهلي مركز تاني ورا سيراميكا، سابق الاهلي سابق بيراميدز، الميزانيات المرعبه، السكواد اللي مليان. فالراجل بيحقق المطلوب منه رغم انه مش مطلوب منه ياخد الدوري. اقل الفرق ممكن تطلب منه ياخد، يعني سيراميكا ممكن تطالبه بالدوري عن الزمالك السنه، لان الزمالك السنه دي 10 ايقافات قيد، مستحقات لعيبه بتاخدها، بيع من نجوم ناصر ماهر. انت متخيل انك تيجي بيراميدز ناصر ماهر نجم من نجوم الفرقه بتبيعه البيراميدز المنافس بتاعك اصلا، بتبيع دونجا، بتبيع اساسيات الفرقه، بدات الفرقه بتفضى، مفيش نجوم كتار، مفيش لعيبه تعتمد عليها، فطبعا الفرقه نزلت بشكل كبير. ومع ذلك الزمالك مصمم، واقف بيقاتل وبيتحدى بصراحه الظروف. يعني الزمالك شابوه حقيقه، شابوه الكابتن معتمد جمال اللي بدونه بالمناسبه كان ممكن ينهار الفريق ده حتى لو مدرب اجنبي، لكن طبعا عشان هو ابن من ابناء النادي فحس بالجمهور، بيحاول يقدم احسن ما عنده، اللعيبه بتقاتل بشكل كتير جدا على المستوى البدني، فالزمالك ظهر بشكل كويس جدا جدا لحد دلوقتي. الزمالك مثالي بالنسبه للظروف، فده شيء طبيعي جدا، كويس جدا هم محققينه، واعتقد ان لو حقق اكتر من كده لا الموضوع هيبقى اوفر. يعني بالنسبه للصفقات فطبعا مش هنتكلم عن صفقات الفريق كان موقوف القيد، فطبعا ما بيعملش صفقات، لكن خرج بعض اللاعبين ومن اهمهم طبعا ناصر ماهر ودونجا، 2 مهمين جدا جدا جدا، 2 من اهم نجوم الفريق، 2 بيقدموا مستوى. يمكن تحيات ناصر ماهر كان عالي جدا جدا في فتره مع نادي الزمالك، كان كويس جدا. دونجا طبعا مش
السوبر ستار، لكن لعيب مهم جدا في خط الوسط انت ما عندكش بديل بنفس الكفاءه ليه. طبعا لما تفقده ده بيكون صعب شويه على الفريق. فاعتقد ان الزمالك بيمر بفتره سيئه على مستوى الصفقات، فمش هنتكلم موضوع الصفقات. بالنسبه لضغط الماتشات اللي جاي له في الزمالك، موقفه جيد جدا في الكونفدراليه، متصدر مجموعته، ماشي بشكل كويس جدا في الدوري لحد دلوقتي. الزمالك اهدافه هيحاول يخطف مركز، يعني سواء قدر يكسب الدوري قدر يخطف مركز في افريقيا، فده بالنسبه له هيكون انجاز طبيعي ان هو يكون احد مراكز الكونفدراليه السنه دي بالمستوى المفروض يكون عليه. لكن لو قدر يخطف مركز في افريقيا حتى مش بس ياخد الدوري، فده بصراحه هيكون انجاز مرعب لنادي الزمالك هذا الموسم تحديدا. الزمالك ما مرتش عليه فتره سوداويه بالشكل ده يا جماعه، الفريق منتهي تمام، لكن قادرين يقفوا وقادرين يقدموا بشكل كويس جدا. بالنسبه للمباريات القادمه، فالزمالك عنده مباراه من الحد مهمه جدا مع زيسكو يونايتد الزامبي، مهمه. الزمالك هيسافر وبعدين هيرجع على مباراه سموحه المؤجله، اللي هي مباراه هتكون بالنسبه له اهم بكتير لانها مباراه في صراع الدوري. ده الزمالك هيدخل بقى في دوامه الضغط. عنده مباراه مع كايزر تشيفز، مباراه هتكون في مصر، اعتقد وقتها الزمالك يكون حسم تاهله بشكل كبير، فالمباراه مش هتكون مهمه قوي. لكن المباراه الاهم هتكون مباراه سيراميكا في الكاس، مباراه مفترض انها تقام الساعه 2:30 يوم 17/3، مباراه مهمه جدا لنادي الزمالك. سيراميكا طبعا فرقه تقيله قوي، هتكون مباراه صعبه وغريب ميعادها، يعني 2:30 ما اعرفش صراحه هل الميعاد ده ممكن يتغير او لا، لكن ميعادها كان المفروض ان هو يقام مباراه الساعه 2:30، فمش عارف صراحه هل الميعاد ده هيتغير ولا لا. لكن المستوى الفني للفرقتين اعتقد مباراه هتكون كويسه جدا وهتكون عاليه قوي، ودي يمكن مباراه زياده للزمالك عن الاهلي، مباراه ضغط زياده عن الاهلي، فانت مضغوط بتحاول تظهر بشكل افضل، بتكمل في بطوله الكاس اللي انت ممكن تفوزها عن بطوله الدوري. بطوله الدوري محتاجه نفس طويل، محتاجه صعوبه، لكن بطوله الكاس ممكن الزمالك يخطفها لو قدر فعلا يظهر بشكل كويس قدام سيراميكا. اما بالنسبه لبيراميدز، فبيراميدز بيضيع 3 نقط مهمين جدا 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 قدام سموحه. 3 نقط كان ممكن يغيروا مجرى الدوري. بيراميدز بيضيع 3 نقط وقبلها كان مضيع نقطتين قدام الجونه. في الحقيقه بيراميدز مش مفهوم، انت فرقه عمرك ما فزت بالدوري، فانت بتحاول تاخد الدوري، الموضوع بيكون انك مش هتضيع نقط. ما انا عندي 2 منافسين اهلي وزمالك، صعب جدا جدا يوقعوا كتير، فانا بحاول استغل كل وقعه للفرق دي، الاهلي وللزمالك، خصوصا النادي الاهلي واقع السنه دي، فانت دي فرصتك، حاول تقرب، حاول تفوز. لا الموضوع بيراميدز مش مفهوم، تعادل مع الجونه ثم خساره مفاجاه قدام سموحه اللي كان افضل بالنسبه اللي اتفرج على المباراه مش مفاجاه ولا حاجه. بيراميدز لم يقدم المباراه السوبر. بيراميدز كان مستحوذ، كان ماسك كوره زي الاهلي قدام البنك، لكن البنك كان اخطر، فبرضه سموحه كانت اخطر بشكل كبير، وقدرت تخطف هدف مميز جدا جدا في النهايه من طريق لاعب حسام اشرف. هدف كان بهجمه مرتده اللي كانت اتعملت قبلها اصلا وضيعها اللاعب اللي كان نزل بديل عبده يحيى، لا رجعت واتكررت وجه هدف بشكل غريب جدا. بيراميدز اللي سجل هدف اصلا مشكوك في صحته، فانت بيراميدز ما راحش كتير، يعني بيراميدز ما تتفرج ما راحش بجرب. في الشوط الثاني عمل كذا كوره شالهم ميهوب الحارس المميز قوي يا جماعه، حارس مميز قوي لسموحه، واعتقد الراجل ده لو اتشاف الفتره اللي جايه لا ممكن يروح اهلي او زمالك او بيراميدز حتى. الراجل ده مميز قوي، ممكن يروح منتخب مصر، حارس كويس قوي اتفرجت عليه. كمان يورتيتش الموسم ده ما شفناش حاجه جديده، يعني ما قدمش حاجه مختلفه عن الموسم الماضي، يعني ما فيش حاجه جديده اضافها للفريق. كنا متعودين يورتيتش دايما بيغير لك، بيعمل لك حاجه مش مختلفه، يحط لك رمضان صبحي صانع العاب، يخترع لك مركز لقطه، يجيب لك حاجه مختلفه. السنه دي تحس ان هو فقير قوي متكتف قوي مش عارف يعمل حاجه، مش مفهوم بصراحه. يورتيتش برده الموسم ده شايفه انه من اسوأ المواسم ليه من يوم ما جه بيراميدز حتى. كمان بالنسبه للصفقات، بيراميدز عمل صفقات كويسه، يعني كان تعاقد مع ناصر ماهر لاعب كويس قوي، تعاقد مع بعض اللاعبين زي اللاعب الاردني اللي هو الفخوري، تعاقد مع اكثر من لاعب يقدر يقدم لك حلول فرديه حتى الان ما شفناش. كمان ملف الصفقات غريب، يعني انت اتصاب منك حمدي في المنتخب وجاله صليبي ربنا يشفيه، فانت محتاج باك ليفت بديل لكريم حافظ اللي عندك، فانت ليه ما جبتش باك ليفت؟ مش مفهوم برضه. ملف الصفقات في مصر بصراحه بتدار بطريقه يا جماعه مش ممكن يا جماعه. هل احنا بنتاخد مثلا بجماهيريه اللعيب او بقوه اللعيب، مش بنختار من المراكز اللي احنا محتاجينها؟ فمش مفهومه، يعني انت ليه ما تعاقدتش مع باك ليفت؟ انت محتاج باك ليفت ضروري جدا، يعني كريم حافظ لو اتصاب فانت ضاعت. الحقيقه مش مفهوم برضو الحته دي بالنسبه لنادي بيراميدز. بالنسبه لموقف الفريق، فبيراميدز قدر يحسم تاهله من بطوله دوري ابطال افريقيا للدور ربع النهائي، فاعتقد ان الماتشين القادمين سواء باور دينامونز اللي هو الفريق او ريفرز يونايتد، حتى المباراه القادمه ريفرز يونايتد في نيجيريا بعدين باور دينامونز، مباراه يعتبر الماتشين ممكن يلعبهم بالدكه، اللي هو هيحاول يريح اللعيبه على قد ما يقدر، لان عنده مباراه مهمه جدا قدام انبي، مباراه كانت مؤجله، فمباراه هتكون مهمه قوي يوم الخميس القادم، ثم عنده مباراه مهمه جدا يعني هو يخش بعد كده بقى بعض في شهر رمضان عنده مباراه مهمه جدا، عنده سيراميكا في المحله يعني هيلاعب غزل المحله في استاد غزل المحله، فمباراه هتكون صعبه. ثم عنده الزمالك اللي هو يوم 1/3 بدايه شهر 3، مباراه مهمه جدا، والقطبين مباراه ديربي قوي جدا، خصوصا لو فضل الحال كما هو عليه وفضل فرق النقطه او متساويين في النقط، فده هتكون مباراه صعبه جدا. الحقيقه جاي على ضغط ماتشات، يمكن اكتر فريق مضغوط هو الزمالك، يليه بيراميدز يليه الاهلي، فهنشوف برضو الفتره اللي جايه بيراميدز يقدر يقدم ازاي.
الحقيقه يا جماعه مش عايز ابخل حق سيراميكا كليوباترا، لكن حاسس ان الحلقه طولت جدا، فانا ان شاء الله هبقى اعمل حلقه عن سيراميكا كليوباترا. لحد دلوقتي الحصان الاسود للبطوله اللي بيقدم مستوى مبهر يا جماعه. لعيبه عندها اصرار غير طبيعي في كل مباراه، وتقدر تشوف ده في مباراه المحله اللي كسبوها في الاخر. عندهم اصرار وعندهم رغبه قويه جدا، عندهم عدد كويس جدا من اللعيبه بيقدروا يتاقلموا مع بعض بشكل كبير. فاعتقد سيراميكا مقدم موسم محترم جدا، سواء قدر يحقق حاجه او لا، سواء قدر يتاهل لافريقيا او لا، سواء قدر حتى يحقق كاس او لا. فشكرا جدا، موسم محترم جدا. يمكن من ايام المقصه 2017، من ايام الفرقه اللي كانت بتنافس وبتقاوم مع الاهلي والزمالك، من يومها ما شفناش حد غير بيراميدز والاهلي. يعني اهلي زمالك، اهلي بيراميدز زمالك، هم الثلاثي اللي دايما موجود. لا احنا بنشوف اخيرا فرقه بتظهر زي سيراميكا كليوباترا بتقدم موسم محترم جدا. فكل التحيه لسيراميكا، وان شاء الله هنبقى نعمل حلقه كامله عن سيراميكا هذا الموسم. في النهايه يا صديقي ما تنساش تعمل في لايك للفيديو لو عجبك، واشتراك في القناه وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. وان شاء الله استنونا في اكتر من حلقه، يكون عندنا حلقات مميزه جدا الفتره الجايه. انتظرونا يا صديقي، كوير وسلام.